في الاول خليني اوريكم الفيديو اللي خلاها تجو فايرل، وبعد كده نكمل الفيديو ونعمل الريفيو او الفيرست امبريشن او الانطباع الاول او الوير تيست بتاعنا زي كل فيديوهات الفاونديشن بتاعتي. You're gonna love this new foundation. Oh my god, I am obsessed with it. Like, I'm just gonna apply my whole face. Like, I think I could do this in like 20 seconds. Hold on. Oh my god, it's so good. Like, my goodness, I zoomed you in. I had to pause to zoom in. Oh my goodness gracious. This is like my dream foundation. And after I apply with a brush, I like to pick up the excess foundation with a beauty blender. It just makes a big difference. And okay, what is it? What is it? I know that's what you care about. Laura Mercier. It's the Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. This is a waterproof formula. It's a waterproof formula, and it lasts all night. Like, I've worn this to concerts. Like, I've worn this out to eat. Like, wow, it's so freaking good. I'm in the shade 2C2. That's all I wanted to show you. It is so good. Oh, so good. لو انتوا متابعيني من زمان على الشانل دي هتكونوا عارفين ان انا مش من الناس اللي من هواة او من محبين الشورت فورم كونتنت او اللي هو الفيديوهات القصيرة زي بتاعة تيك توك وريلز والحاجات دي كلها، لسبب ما ان انا مقدرش ان انا اوصل كل المعلومة او كل الريفيو بتاعي عن منتج في خلال دقيقة واحدة بس للأسف الناس بتتأثر بالريفيوهات اللي في شورت فورم كده او في فيديوهات قصيرة، لسبب ما بيصدقوا ان لما واحدة تعمل في فاونديشن كده تعمل وان سوايب من الفاونديشن وتعمل كده يبقى خلاص الفاونديشن دي خطيرة. ففي فيديو النهاردة هنعمل ريفيو حقيقي ومطول للفاونديشن اللي اتشهرت جدا من خلال فيديو معين على التيك توك، ومن كتر ما هي فايرل ناس كتير راحت اشتريتها والناس تانية بتروح تدور عليها مبتلاقيهاش لانها خلاص كلها اتباعت، بس انا كان حظي حلو ولقيتها. والفاونديشن الفايرل اللي بنتكلم عليها دي هي اللورا ميرسيه ريل فلوليس ويتلس بيرفكتنج فاونديشن. طيب لحد ما ادي فرصة للسكين كير كده يتشرب في وشي، خلينا نقرا شوية معلومات عن الفاونديشن دي. فكاتبين ان الفاونديشن دي فيجن، يعني ما فيهاش اي منتجات او مكونات حيوانيه، ليكويد يعني سائله، ميديوم كفرج تغطيه متوسطه، الفينش بتاعها ناتشرال او طبيعي، لا هو لامع ولا هو مات، ووتر بروف ولونج ويرنج يعني ضد الميه، وكمان فاونديشن بتقعد وقت كتير على البشره، وكاتبين ان هي تقعد 12 ساعة على البشرة من غير ما تروح او تسيح من على البشرة يعني. وكاتبين ان في حاجة اسمها حاجة تكنولوجية او حاجة كده اسمها high resolution pigments and 3D smooth priming powders، يعني هي جواها pigments او صبغة اللي هي اللي بتدي لون الفاونديشن. high resolution معرفش يعني ايه ده high resolution يعني جودتها عالية يعني، و 3D smoothing priming powders يعني زي ما يكون محطين جواها باودرز تجهز البشرة يعني عشان تخليها ما تبقاش كيكي وتوزع اللون بطريقة حلوة بأقل برودكت ممكن. وجواها حاجة اسمها blurring bamboo silk powders وحاجة اسمها hydro lipid matrix بيوزنوا الترطيب في البشرة وبيحافظوا على الشاين او اللمعة، يعني اي حد بشرته دهنية فده بيقلل افراز الدهون او الشكل اللامع بتاع الدهون. وكمان جواها حاجة اسمها كاميليا سيد وفيتامين اي وكاكاو اكستراكت، والحاجات دي كلها مضادة للأكسدة علشان تدافع عن البشرة من العوامل الخارجية اللي بتأثر عليها بشكل سلبي يعني، ومناسبة لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة. طيب ازاي الطريقة اللي احنا نستخدمها؟ ماشي، هما كاتبين ان الطريقة الأحسن أو اللي بيفضلوها لأبليكيشن الفاونديشن دي هي الفرشة، بس أنا زي أي وير تيست أو اختبار لفاونديشن بنجرب فرشة بنجرب سبونج ونشوف هتتوزع ازاي. وكاتبين ان الفاونديشن دي أحسن بتشتغل أحسن مع البرايمرز اللي مش سيليكون فري. انا قلت اللي مش سيليكون فري، لا هي بتشتغل احسن مع البرايمرز اللي سيليكون فري يعني اللي ما فيهاش سيليكون. وكاتبين ان لو عايزين تخلوا الفاونديشن تقعد اطول وقت نستخدم الباودر بتاعتهم طبعا اللي هي لورا ميرسيه سيتنج باودر، اشهر منتج عندهم تقريبا، بس انا مش بحب استخدم باودر قوي ما عدا مثلا في الحتة اللي فيها كونسيلر، علشان بحب اختبر الفاونديشن كويس قوي
حتى من غير باودر يعني. وبما اني بشرتي مش دهنيه قوي فما اظنش لو هما كاتبين ان هي مش هتسيح من على البشره وان هي ووتر بروف والكلام ده كله، فالمفروض مش يعني مع بشرتي وانها ما فيهاش زيوت كتير انها ما تتحركش. ده هنشوف. فخلينا نبدا على طول باختبار الفاونديشن دي. واللي انا هعمله ان انا هاخد البرايمر ده وهو ما فيهوش سيليكون زي ما قالوا، بس هحطه في ناحيه واحده بس من وشي بحيث نختبر الفاونديشن من غير اي برايمر تحتيها، عشان لو حد ما بيستخدمش برايمر نشوف برضو الفاونديشن هيكون شكلها ايه. هيكون بس ترتيب العادي بتاع السكين كير بتاعكم، والناحيه التانية هتبقى فيها البرايمر، وهستخدم اللي هو البرايمر اللي بيلزق ده وهو ما فيهوش سيليكون زي ما هم رجحوا او رشحوا ان هم ما نستخدمش اي حاجه فيها سيليكون. ونشوف ناحيه البرايمر هيبقى شكلها ايه مقابل الناحيه اللي فيها السكين كير بس. طيب خليني ابدا على طول بالبرايمر، ويخليني احطه الناحيه دي. عندي شويه حبوب كده حوالين بقي هنا عشان عملت بالفتله امبارح كده، وانا ما بحبش اعمل بالفتله كتير بصراحه، بس يعني عندي مناسبه بكره فللاسف بيقعد يطلع لي حبوب كده. فهنشوف برضو حسب كلامهم بقى التغطية هتبقى عاملة ازاي، هل هي متوسطة فعلا او اقل او اكتر. فهحط البرايمر بس الناحية دي الاول. طيب الدرجة اللي انا جبتها برضو لو انتوا مهتمين هي اسمها 2W1 ماكاديميا، و I think انها هتبقى مناسبة، اتمنى انها تطلع مناسبة يعني، لانها كانت فاونديشن غالية مش رخيصة خالص. سعرها على سيفورا امريكا $52. وده شكل الباكجينج برضو اللي حابب يشوف شكلها، وكنت وريتها لكم برضو في الفيديو بتاع الهول، هحط لكم اللينك بتاعه هنا على الشاشة. وده شكل البامب من جوه، شكلها شيك بصراحة. الوزن بتاعها او الكمية اللي فيها 30 مللي زي معظم الفاونديشنز، فدي حاجة كويسة. فخليني احط، هما كاتبين 1-2 بامبس، فانا هحط 1 نبدأ بيها ونشوف هتعمل ايه. هي البامب بتاعتها بتطلع يعني كمية صغيرة، فحطيت 2 بامبس، حطيتها على الباليت بتاعتي دي كده. فخلينا نبدأ على طول. جبت ادي فرشة الفاونديشن، هما بيرجحوا فرشة فاونديشن، فهبتدي ان انا اوزعها كده على الفرشة، وابتدي ان انا اوزعها كده. خليني اعمل لكم زوم ان شوية بس. طيب مبدئيا التغطية بتاعتها حلوة، الشيد يعني هي مناسبة فتحة. هي دايما الكاميرا بتبين الحاجة افتح شوية، فهي يعني انتوا ممكن تكونوا شايفينها فاتحة شوية، بس انا شايفاها مناسبة جدا. هنشوف لما نبلند كده كل الوش او نعمل ابلاي الفاونديشن على كل الوش هيبان. خليني كده اقرب المراية اكتر. انا شايفة انها ميديوم كفرج زي ما بيقولوا. بحاول ازود تغطية على الحبوب دي. تكستشر كويسة نوعا ما، لحد دلوقتي مش منبهرة بصراحة قوي يعني. ستيل لحد دلوقتي الهاوس لابس فاونديشن الابليكيشن بتاعها احلى. خليني اجرب اعمل باقي الوش او باقي النص ده بسبونج. هي مبلولة، خليني احاول اعصرها اكتر عشان حاسة فيها مية، هي غالبا ساقعة. فهاخد كده الناحية التخينة من السبونج، وهاخد الباقي الفاونديشن وابتدي ان انا هي كانت قليله قوي فخليني ازود كده. يعني تعتبر 2 بامبس خلصوا على نص الوش. هحط 1 بامب كمان ونشوف. هما برضو كانوا رجحوا ان ما قالوش ان ينفع نستخدمها بسبونج، بس انا بحب اجرب. عامه انا موافقاهم ان هي مش حلوه بالسبونج. السبونج كمان مبلوله، فممكن تكون الميه بترياكت مع الفورمولا بطريقه مش حلوه. فخليني اكمل بالفرشه بس. كده السبونج شربت تقريبا كل الفاونديشن، فانا هحط بومب تاني كده هدر قوي خلاص، يعني نعرف ان احنا ما نستعملهاش بسبونج. فهزود كده على الفرشه. يعني انا تقريبا كده بعمل طبقه تانية فوق الطبقه اللي احنا عملناها. مش حاسه ان هي بتعمل بلور خالص زي ما قالوا، مش عارفه يعني. برضو مش بحب دايما اخد الانطباع الاول من بالذات الفاونديشنز، لانها معظم الفاونديشنز لما بتقعد على البشرة بتتحسن مع الوقت او بتاخد على البشرة. بس دي برضو ناحية البرايمر، فممكن يكون البرايمر ده مش احسن برايمر نستخدمه معاها. خليني اعمل لكم زوم ان كده ونشوف الفرق ما بين الناحية اللي عليها الفاونديشن والناحية اللي ما عليهاش. دي الناحية اللي عليها الفاونديشن،
مش وحشة خالص، بس مش هبلاني، مش حاسة ان هي جراوند بريكنج او حاجة ما اتعملتش قبل كده. مش عارفة انتوا فاهميني ولا لا. ادت تغطية متوسطة على الكام حباية اللي هنا، مفيش اي مشكلة. والفينش بتاعها يعني لسه فيه جلو، ما هوش مات، بس هو مش جلوي، مش فاونديشن اللي هي جلوي او دوي، هي فعلا ناتشورال فينش زي ما هم قايلين. عملت بلور ولا لا؟ مش حاسه انها عملت بلور او خبت المسام خالص، حاساها عاديه يعني. مش عارفه هل هي وحشه، يعني اللي انا شايفاه ده وحش؟ لا خالص، بس لسه مش منبهره لو انتوا فاهمين قصدي يعني. فدلوقتي يلا نكمل النص التاني من الوش ونشوف بقى كميه الفاونديشن اللي هنستخدمها قد ايه المره دي. فهحط 2 بامبس تانيين. انا كده يعني استهلكت كده كتير قوي من الفاونديشن لحد دلوقتي، بس واحده ما يعني جزء كبير منه هو السبونج، ان هي تقريبا شربتها كلها. خليني بس ارجع شعري كده لورا عشان زهقني في عشتي. ونحط بقى الفاونديشن في الناحيه بتاعت السكين كير بس. هي بتتوزع بسهوله، بس حاسه ان هي محتاجه ان انا امشي عليها، لان الفرشه برضو بتسيب علامه، الفرشه بتسيب خطوط كده. فحاسه ان انا محتاجه بعد ما اعمل لها بلند امشي عليها، بس اضغط عليها بالسبونج بس علشان تنعم مكان الفرشة. بس والله يعني اديها كريدت في ان هي ما بتمسكش في اي جفاف في بشرتي، فدي حاجة حلوة. فاونديشنز كتير قوي من اللي هي ناتشرال فينش او مش لامعة او مش دوي بتمسك في الاماكن الجافة اللي في بشرتي، ودي حاجة انا ما بحبهاش وبتخلي الميك اب بجد شكله وحش قوي. دي مش عاملة كده، فانا اديها كريدت في الموضوع ده بصراحة. فده شكل الفاونديشن على وشي كله من قريب. كويسة بجد كويسة يعني، ما تحسوش ان الكلام اللي انا بقوله ان هو ريفيو سلبي، لا خالص. يعني كل ده انا بديكوا ايه، بفكر بصوت عالي، بديكوا رأيي بصوت عالي. بس لحد دلوقتي هي كويسة، مش وحشة خالص. وعندي احساس ان هي لما تقعد على البشرة اكتر كمان هتبقى احلى، لما تاخد دفى البشرة كده وتبلند مع باقي الميك اب والكلام ده كله، حاساها هتبقى شكلها احلى. الشيد حاساه معرفش، يعني متعودة ان انا الشيدز بتبقى غامقة شوية، بس مش وحش خالص يعني، حاساه لون جلدي بالظبط يعني. فاللي انا هعمله دلوقتي هروح واكمل الميك اب بتاعي عادي جدا، واحاول اعمل حاجة بسيطة ما تبقاش يعني زحمة او مليانة حاجات كتير كده، عشان يبقى التركيز كله على الفاونديشن. الساعة دلوقتي 1 الظهر، انا معيش الموبايل اوريهولكوا، بس ادي الساعة 1 الظهر. فهروح اكمل الميك اب، ارجع اوريكوا شكل الميك اب، وبعد كده هعمل وير تيست. هفضل يعني عندي كذا حاجة طول اليوم النهاردة، فمش همسح الميك اب قبل مش عارفة 11-12 بالليل. فمش عارفة طبعا هعرف اعمل تشيك ان في النص ولا لا، ممكن اصور حاجة بالموبايل. بس اكيد هعمل لكم تشيك ان اخر اليوم خالص، وقت ما اروح البيت هعمل لكم تشيك ان ونشوف شكل الفاونديشن. هم كاتبين 12 ساعة، ف12 ساعة من الساعة 1 يعني 1 بالليل، فالمفروض الاقيها بنفس الشكل ده لحد الساعة 1 بالليل. فهحط ميك اب بسيط سريع كده اوريكم شكله، وبعد كده نبدا التشيك ان بتاعنا. ده كده الفينش لوك. ومحطتش الليب بالم بس على شفايفي عشان لسه هقوم اتغدى، فمش مستاهله ان انا احط ليبستيك وحاجات تانية. وحطيت برونزر او اي شادو بني بس على عيني، وماسكارا وشويه برونزر وبلاش خفيف جدا برضو عشان الفاونديشن يبقى باين شكلها ايه من تحت كل الميك اب ده. الساعه دلوقتي بقت 1:30، فهنبدأ التشيك ان بتاعنا دلوقتي، او بدأناه من الساعة 1 عامة، بس هنبدأه واشوفكم اخر النهار، او معرفش حاول اشوفكم في نص اليوم، بس لو معرفتش هيبقى اخر اليوم خالص الساعة 12-1 بالليل. فخلينا نبدأ التشيك ان. خليني اوريكم الاول كل حاجة من قريب ونشوف شكل الفاونديشن دلوقتي بقى عامل ازاي بعد تقريبا نص ساعة من ساعة ما حطيتها. ده شكل كل حاجة من قريب. ما حطيتش الا شوية كونسيلر خفيف جدا وشوية باودر عليه بس في الحتة دي، وحطيت شويه باودر بس هنا حوالين مناخيري مش اكتر، عشان عايزه اشوف الفاونديشن على معظم الوش، مش عايزه انزل الكونسيلر تحت قوي يأثر عليها. بس شكلها كويس على قورتي، حاسه انها داخله شويه في الخط اللي عندي العميق ده، عندي خط عميق كده شايفين هو ده، حاسه انها داخله فيه شويه، بس ساعات يعني معظم الفاونديشنز بتخش فيه، بس لو عملنا كده بترجع تاني.
وباقي الوش برضو شكله كويس، لسه فيه جلو، محطتش اي هايلايتر، كل ده هو جلو بتاعها. حاسه بشويه تكستشر كده حوالين البق، بس برضو زي فاونديشنز كتير عندي التكستشر دي بتقل مع الوقت، فهنشوف هيبقى شكلها ايه. بس غير كده شكلها كويس جدا. بس كده، وخلينا نبدا التشيك ان ونشوف الفاونديشن دي هيبقى شكلها ايه، لان انا متحمسه اعرف الفايراليتي او انها تبقى منتشره كده على النت والناس تروح تشتريها كلها، هل هي تستاهل فعلا ولا متستاهلش. فخليني اشوفكم في التشيك ان. رجعت لكم الساعه دلوقتي 11:30 تقريبا، مش قادره اصدق اللي انا شايفاه في وشي بصراحه، وهقرب لكم الكاميرا دلوقتي وهتشوفوا. بس يعني زي ما انتوا شايفين معظم التغطية اللي على الحبوب راحت. اي نعم الحبوب نفسها كمان زي ما تكون التهبت على مدار اليوم فكبرت شوية مش زي الصبح، بس بجد الفاونديشن يعني انا معرفتش اطلع لكم في نص اليوم، بس انا بصيت في المراية كذا مرة في نص اليوم، وعلى العلامة بتاعت 6 ساعات الفاونديشن اتغيرت تماما، كانت كويسة كويسة كويسة. لما بصيت على المراية في بعد 6 ساعات بالظبط لقيتها قلبت كيكي جدا، وبدأت تتفرق من على الوش بشكل غريب ومش طبيعي. فانا مش مصدقة ان دي فاونديشن ب$52 وبجد غالية، ده غير بقى فكرة انها فايرل على الانترنت جدا. فخليني اقرب لكم كده اوريكم تفاصيل الوش عاملة ازاي. بصوا حوالين بقي عامل ازاي مكان الحبوب، وحوالين هنا كمان الحتة دي، حوالين مناخيري هنا، والناحية اللي كان عليها البرايمر اللي هي دي تحسوا انها اسوأ بكتير من الناحية اللي ما فيهاش برايمر. فالمرة الجاية يعني انا كده طبعا ده انطباع اول عشان محدش يتضايق او يزعل ان انا بقول عليها وحشة، ده مجرد اول انطباع. انا بحب بعد كده اقعد اجرب الفاونديشن او اي برودكت عامة اجربه كذا مرة لحد ما اكون رأي كامل عليه. فده مجرد اول انطباع بس. الناحية اللي عليها البرايمر مش كويس، يعني الناحية اللي مش عليها البرايمر احسن بكتير. بس خليني برضو اقرب تاني واوريكم. مش عارفة هتشوفوا شكل التكستشر حتى على خدي، يعني سيبكم الحتة دي اوريدي فيها تكستشر كتير، بس حتى هنا دي حتة ماسكارا، بس شايفين الحتة دي ازاي كيكي، يعني عايزة اشيل حتة الماسكارا دي، شايفين عاملة ازاي. ممكن هنا مفيش مشاكل قوي، وهنا اتشالت شوية من فوق الحواجب، شايفين كيكي ازاي هنا. وهنا برضو الناحية اللي مش عليها البرايمر لسه احسن من هنا لسبب ما، يعني انا اسف لبشاعة المنظر، بس يعني كان لازم اوريكم كل حاجة من قريب. شايفين بس. فده شكل الفاونديشن بعد تقريبا احنا خلصناها على الساعة 1 الظهر تقريبا، يعني كام 1 الظهر، يعني 1 هتبقى 12 11 حوالي 10 ساعات اظن كده، صح 10 ساعات اظن يعني. ف10 ساعات ده كان شكلها، فده رأيي عليها كانطباع اولاني. زي ما قلت لكم بجرب الفاونديشن اكتر من مرة ومش هيأس، وهجربها تاني بكره وبعده 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 وبعده، هفضل اجربها كتير لحد ما اقول لكم في الاخر اذا كانت فعلا تنفع ولا لا. اذا كانت مثلا يمكن المشكله انا في بشرتي، يمكن الحبوب دي عملت مشكله، فهستنى مثلا احطها في وقت بشرتي تكون اهدى شويه من الحبوب اللي حصلت لها بسبب الفتله والكلام ده. فما تاخدوش الراي ده على ان هو ده الفول ريفيو، يعني كده استنوا بقيه ريفيو او رايي الكامل عليها اخر السنه، مثلا نص السنه اكون جربتها كذا مره، وساعتها هقول لكم الراي النهائي. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي لو انتوا عندكم الفاونديشن دي او شفتوا اصلا الفيديوهات اللي خلتها تجو فايرال ولا لا. هل انتوا بتحبوا الفيديوهات اللي هي القصيره دي، بتصدقوا الريفيوز بتاعتها ولا لا، ولا بتحبوا الحاجات الطويله اللي فيها شرح تفصيلي وير تيست والناس تستخدم الميك اب لمده 8-10 ساعات والكلام ده كله؟ انهي بتفضلوه اكتر؟ هل انتوا مثلا بتكسلوا تتفرجوا على الفيديوهات الطويله فعشان كده بتلجأوا للفيديوهات القصيره، ولا بتفضلوا الفيديوهات الطويله عشان بتبقى مفصله وبتبين كل التفاصيل اكتر من الفيديوهات القصيره؟ اكتبوا لي كل ارائكم عن الموضوع ده وعن الفاونديشن والوير تيست، وقولوا لي لو هتشتروا الفاونديشن دي ولا لا. لو انتوا وصلتوا للجزء ده من الفيديو حطولي ايموجي
كلب، ايموجي كلب بابي. ممكن قطة برضو، لو انتوا بتحبوا القطط حطوا قطة، لو انتوا بتحبوا الكلاب حطوا ايموجي كلب. ماشي، ده اولا. ثانيا اكتشفت غلطة في الفيديو ده عملتها، اكتشفت ان المرطب اللي انا كنت مستخدماه في السكين كير بتاعي العادي جواه سيليكون، فغالبا هو عامل كبير قوي على ان الفاونديشن كان شكلها كده. فصورت فيديو تاني بدي الفاونديشن فرصة تانية، هينزل ممكن مش الاسبوع اللي جاي، اللي بعده قريب يعني. لو فضلتوا متابعيني على الكوميونتي تاب على اليوتيوب اللي هي بكتب فيها البوستات دي، مش عارفه اسمها ايه بالعربي، اللي هي فيها البوستات المكتوبه يعني. هقول لكم امتى الفيديو ده هينزل، بس حبيت انوه عن الغلطه دي عشان محدش يخش يقول لي انتي اكيد عملتي حاجه غلط. الفرصه التانية حطيت برضو باودر فوقيها زي ما كانوا قايلين، عشان بس محدش يقعد يقول لي انت ازاي ما حطيتيش باودر فوق الفاونديشن، عشان ناس كتير بتقعد تزعلي في التعليقات، عشان ساعات كتير ما بحطش باودر على الفاونديشن. ففي الفرصة التانية ما حطيتش المرطب اللي فيه سيليكون، وكمان حطيت باودر، فهتبقى تجربة احسن. ولسه برضو حتى بعد التجربة التانية محتاجة اجربها تالت ورابع وكذا مرة قبل ما اديكوا الريفيو النهائي عليها. فما تنسوش تحطوا ايموجي قطة او كلب لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو. بس كده، لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. و thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.